رئيس في حاله يجي عندي ويسلم عليا. بالفيديو الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستقبل المنتخب المغربي للسيدات في القصر الرئاسي بالجزائر ويتناول معهم وجبة الغذاء ويعلن عن مفاجأة ستهز المغاربة. شاهد ماذا حدث. ولكن إذا كنت تتفق معي بأن المغرب والجزائر إخوة رغم كل شيء، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد وصول بعثة المنتخب المغربي النسوي إلى الجزائر لمواجهة المنتخب الجزائري في إياب الدورة الثالثة من تصفيات كأس العالم للسيدات، استقبلت بعثة المنتخب المغربي عند وصولها للجزائر بالورود والموسيقى من جانب المسؤولين الجزائريين، وهذا ما أسعد كثيرا كل المغاربة. ولكن أكثر ما أدهش المغاربة هو استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لبعثة المنتخب المغربي للسيدات صباح اليوم في القصر الرئاسي بالجزائر، حيث تناول معهم وجبة الغذاء. وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية في لافتة رائعة من جانب الرئيس الجزائري أنه يؤكد على أهمية وجود المنتخب المغربي النسوي في الجزائر وحرص الدولة الجزائرية على توفير كل سبل الراحة لبعثة المنتخب المغربي للسيدات. وأمر الرئيس الجزائري بفتح المجال الجوي لنقل لبؤات الأطلس مباشرة من الرباط إلى الجزائر دون الرجوع إلى تونس أو الأجواء الأوروبية. كما أكد أن المنتخب المغربي في بلده ووسط أهله وناسه، وأمر المسؤولين بتوفير كل الحماية والراحة لبنات المغرب، لأن المغرب والجزائر بلد واحد، فالاختلاف السياسي لا يفسد العلاقة بين الشعبين. وفي النهاية لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.